المدعو جمال الدين كتابا بعنوان صيام عاشوراء، وذكر فيه الروايات، ومنها ما رواه الرضا أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس فيه، فقال: عن صوم ابن مرجانة تسألني؟ من ابن مرجانة؟ معاوية. معاوية قال اللي اخترع صوم عاشوراء. ذلك اليوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين. عجيب كذب إلى هذه الدرجة. ثم ما تعلمون أن معاوية قبل قتل الحسين؟ ولا تكذبون بدون ما تعرفوا من التاريخ شيء؟ تقولون معاوية، أنتم تعرفوا أن الحسين قتل بعد معاوية رضي الله عنه أجمعين. لا يصام ولا يتبرك به. ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه. الله أكبر. ذاك يوم ولدت فيه. الله أكبر. شوفوا أهل السنة كيف يتفاءلون. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نراك أنك تصوم يوم الاثنين تكثر. قال ذلك يوم ولدت فيه فأحب أن أشكر الله على ولاد. واليوم الاثنين يوم طيب للصيام معروف. شوف انظر على النظرة النحساوية. يقولون يوم نحس قبض الله قبض حبيبه عنده هذا يوم نحس. أعوذ بالله، أبرأ إلى الله. حتى قضاء الله، حتى تتدخلون بقضاء الله. الله قضى أن يأتي بحبيبه إليه واختار حبيبه جوار رب. الله أكبر. نعم، نأخذ اتصال أبي أنور ونكمل بإذن الله تعالى. تفضل. على أهل السنة اللي نحن وعدنا فيه، وكنا وعدنا، أنت نسيت وعدنا الجائزة. والله أنا صادق يا إخوان. إذا الآن هذا كلمة فصل بيننا، إذا بتستطيعوا أيها الشيعة اكسبوها، والله إني صادق. نعم، سيارة عمر. نعم هذه الجائزة. نعم. لا أيوة، إني صادق وما يمكن أن أكذب أمام الناس في مسألة الجائزة. إذا تأتون لي عجوز من عجائز الحاضر في حماة، ولا عجوز من باب السباع من حمص، ولا من النيرب من حلب، ولا من الدير، ولا من أي عجوز مسكينة، كبير صغير عالم ذكر، لا لو جبتوا لي خمار يعني مسلم خمار. أبشر شيخي، الجائزة زادت، هي سيارة عمر وشقته. والله يا إخوان، والله أنا إيجاد في هذا. إذا تأتون لي بعجوز من حصائص في السودان، في الصومال، في موريتانيا، في تونس، في المغرب كله العربي، في المنوفية، في الشرقية، في الصعيد. نعم. عجوز ذكر أنثى، فاجر كافر، بياع حشيش في مصر، بياع خمر هنا هناك. ما عندناش احنا طيب. إذا كان تجيبوا لي واحد من الحشاشين، من الخمارين، من العلماء، من الأتقياء، من الأشقياء، أنه يصوم عاشوراء كراهية بالحسين رضي الله عنه، فلكم هذه الهدية. واسمعوا هذا الدليل من هذا الكذاب. تفضل. الناس إلى صوم يوم عاشوراء. بالله عليكم، أيام السنة فيها كثير أيام يستحب فيها الصوم. إيش معنى ما نسمع أن يرفعوا شعار الصوم لأيام السنة، للأيام المستحبة في السنة، ولكن التركيز على صوم يوم عاشوراء؟ لماذا؟ تقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية، وهؤلاء هم أتباع بني أمية، أتباعهم. ولهذا نعم، عندما يسأل الرجل من الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، روي عن جدك الإمام الصادق سلام الله عليه أن الإمام المهدي إذا ظهر يقتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائها، هل هذا الحديث صحيح؟ الإمام الرضا عليه السلام قال نعم. طيب، كنت قد وقفت على هذا، أرسله أحد الأخوان، لأني قلت له لا يمكن إلا بالصوت والسرعة، أمرنا الله بالتثبت. فسمعته يقول، وكما سمعتم
لماذا أهل السنة يحثون على صوم عاشوراء ويتركون صوم الأيام الأخرى؟ لماذا يفعلون هذا؟ فإذا به يقول لأننا نكره الحسين وسمعتم هذا. لكن هذه المسألة أبشركم أنا سامحت فيها وسامحت الشيعة فيها. أما أن يقتلوننا فلا نسامحهم، أما أن يدعوا كما اسمعوا ماذا قال في آخر هذا البلاء العظيم وهو يدعو. اسمعوا بالله عليكم، أيام السنة فيها كثير أيام يستحب فيها الصوم. يقول يجب قتل ذراري بني أمية ونحن من ذراري بني أمية. استعد يا مفتي سوريا للقتل لأنك من الشام. استحقوا يا علماء دمشق اللي يعرف عنكم الخلق والدماثة أهل دمشق. استعدوا يا أهل درعا، يا داعل، يا أهل شيخ مسكين، يا نوى، يا بلاد النووي خرج من عندكم. استعدوا ليذبحكم المهدي. لماذا؟ لأن أجدادكم قتلوا الحسين. انظروا إلى هذا التحريض، هل ترضونه؟ حزب الله، نحن مع حزب الله في قتاله لليهود، لكن لسنا مع خلق الفتن في ديار المسلمين، لسنا مع قتل ذراري المسلمين. أين قوله تعالى يا من تخالفون كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم حديث سني: لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه. ما له علاقة؟ إيش لنا علاقة بالموضوع؟ فضلا عن أننا نكره ذلك. الله أكبر. إذن نحن مع حزب الله قتال اليهود، هذه يجب أن نكون معا في قتال. أما لسنا مع التقي الذي يتقي الله يقول نحن نحب أهل السنة ونقاتل اليهود، ويصرح في مجلس، لاحظوا في حسينية الحسنة التي يبنونها أنهم المهدي يقتل ذراري. يعني بعد 1350 سنة سوف نقتل لأننا من أحفاد بني أمية. أرأيتم من الذي يدعو إلى السلام؟ أرأيتم لماذا يثيرون ما فعله الحسين رضي الله عنه وما فعله المجرمون الظلم الأفاكون بالحسين، ولا يذكرون الحسن